ترجع تشرق تاني يوم، فبيعتقد كده ان هي بترجع تحيا من جديد. كمان فيضان النيل كان بيتجدد كل سنة عشان يروي الأرض الميتة ويخليها ترجع تعيش تاني. واللي أكد له الفكرة دي الأحلام، ان هو كان بينام يشوف قرايبه المتوفين في الحلم، فبيعتقد كده ان هم عايشين بس في عالم آخر. من هنا بقى جات له فكرة التحنيط، وان هو يحافظ على الجسد بتاعه عشان هيرجع تاني يعيش في العالم الآخر. طيب العملية دي كانت بتتم ازاي؟ كانوا بيجيبوا الجسد يحطوه على مائدة التحنيط الحجرية، بيكسروا عظمة الأنف ويستخرجوا عن طريق خطاف معدني المخ. بيتخلصوا من المخ مساكين ملوش أي أهمية عندهم. بعد كده بيحشوا الجمجمة بمادة اسمها مادة البيتومين، دي زي الزفت دلوقتي. تمام. بعد كده بيفتحوا فتحة أسفل البطن، يستخرجوا منها 4 أعضاء مهمين: الكبد والرئتين والمعدة والأمعاء. بيغسلوهم ويلفوهم ويحنطوهم ويحطوهم في الأواني الكانوبية اللي كانت الأقطاب بتاعتها بتاخد ال4 أبناء للإله حورس. تمام. كده بيغسلوه بماء النيل المقدسة، يلفوه بلفائف الكتان ويحطوا معاه الحلي والتمائم، وبعد كده بيحطوه في كبد. طيب في عضو احنا ما اتكلمناش عنه، ايه هو؟ القلب. بالظبط، القلب كانوا بيسيبوه في الجسد مش بيستخرجوه. تمام. عشان كمان كان بيستخدم في عملية الحساب. هو قلب الإنسان بيحطوه في كفة ميزان، وفي الكفة التانية بيحطوا ريشة الإله معت اللي شفناها فوق. تمام. لو القلب أتقل من الريشة، فمعنى كده إن الشخص ده شخص آثم، قلبه مثقل بالذنوب، مش هينتقل للعالم الآخر، هينتقل للجحيم. الجحيم كان بتمثل عند المصري القديم في الحيوان الخرافي ده اسمه حيوان الهمهم أو العمعم. هيلتهم قلبه، فبالتالي مش هينتقل للعالم الآخر وهيموت موتة تانية. لو القلب في نفس الكفة بتاعت الريشة، فمعنى كده ان الشخص ده شخص صالح، قلبه كويس، يعني هينتقل للنعيم او الجنة. الجنة كانت عند المصري القديم اسمها حقول الإيارة. يعرضوا في 111 قطعة دي، وجابوا باقي القطع من قطع حوالين بعض. تمام. أهم قطعتين اتلاقت في نفس المكان اللي هي معروضة فيه قطعتين من الموزايك. الموزايك ده عبارة عن تركيب الأحجار الصغيرة جدا علشان يعملوا بيها لوحة كبيرة أو أرضية كبيرة. أول أرضية عندنا هنا تمام بتصور شكل كلب باين عليه هو حزين صغير. الجزء ده أصلا تصميم في شمال تركيا، مشهور بصناعة السجاد. يقال إن العقدة بتاعته قوية جدا وبتبقى مفتحة، يعني لحد دلوقتي يعني ثابتة زي ما هي. تمام. السجادة دي احنا عرفنا ان هي سجادة صلاة، مش سجادة بتتعلق على حيطة، من خلال المحراب اللي بيحدد اتجاه القبلة. هي مهداة من علي باشا إبراهيم اللي هو مؤسس الأسرة، مؤسس القصر العيني.